السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة مليانة معلومات وقصص ممتعة. معاكم رجب الأسمراني، ودايما قبل ما نبدأ خلينا أقول لكم كلمتين. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشارك الفيديو مع صحابك عشان يوصل لكل الناس. يلا بينا نبدأ. الديب في مصر مش مجرد حيوان بري عابر، لكنه جار سري للناس اللي عايشة في القرى والمزارع من سنين طويلة. يمكن انت عمرك ما شفته بعينك، لكن بنسبة كبيرة سمعته بيزعق في نص الليل، بس يمكن ما كنتش عارف هو صوت مين. ناس كتير بتفتكر ان الديب هو الذئب وانه بيهاجم البشر كل يوم، لكن الحقيقة مختلفة تماما. الديب في مصر معروف انه كائن حذر وخجول، وما يحبش المواجهة إلا لو اتحاصر أو اتخض، وده اللي بيخليه يعيش جنب القرى لفترات طويلة من غير ما حد يحس بيه. الديب يحب يعيش في حتت فيها زرع ومية وأماكن يستخبى فيها، زي الغيطان وحواف الترع والجبال الرملية اللي حوالين المزارع، وده بيخليه قريب جدا من حياة الفلاحين، وفي نفس الوقت بعيد عن خطر المواجهة المباشرة مع البشر. هو دايما يمشي بالليل بعد الفجر أو قبل نص الليل، يدور على أكل يلاقيه بسهولة من غير ما يتعب نفسه في الصيد، لأن الديب مش دايما يعتمد على القوة، هو يعتمد على الفرصة. ومن أكتر الحاجات اللي تخليه يظهر في القرى إنه يلاقي فضلات طعام أو دواجن ميتة أو حيوانات صغيرة مرمية في الشوارع أو على أطراف البيوت الريفية. والأغرب من كده إن الفلاحين زمان كانوا يعتبروا وجوده مفيد، لأنه يقلل عدد الفئران اللي بتفسد الغلال ويقلل انتشار الحيوانات المريضة اللي ممكن تضرب المواشي. يعني كان الديب جزء من منظومة الريف من غير ما الناس تاخد بالها. لكن مع الوقت ظهرت مشاكل تانية، لأنه مع تقليل الزرع في بعض المناطق ومع نقص الطعام الطبيعي للديب بدأ يدور على مصادر مختلفة قريبة من الإنسان، زي فراخ صغيرة أو بط أو حتى بيض من حظائر مفتوحة. وهنا بدأ يحصل الصدام بينه وبين أهل القرية، وطلع كلام كتير وأغلبه بالغ فيه، زي إن الديب يخطف الأطفال أو يهجم على البشر، وهي قصص تتقال من غير دليل واضح. أغلبها خوف قديم من شكل الحيوان وطريقة صوته اللي يشبه عواء الذئاب. لكن الحقيقة إن الديب أضعف بكتير من الذئب، وما يقدرش يقف قدام إنسان بالغ إلا لو اتخض أو اتصاب. اللي يخلي الديب يظهر أكتر في قرى مصر هو إنه ذكي جدا، ويعرف إمتى يدخل وإمتى يهرب، ودايما يمشي في مجموعات صغيرة، كل مجموعة فيها ذكر وأنثى وصغيرين أو 3، وده يساعدهم يتواصلوا بسرعة لو في خطر، ويهربوا خلال ثواني من أي قرية بدون ما يتشافوا، لأنهم حافظين الطرق الترابية والحقول أحسن من أي حد. الديب مش دخيل على مصر ولا خطر زي ما ناس كتير بتفتكر، هو جزء من الطبيعة المصرية من زمان، بس احنا ما نعرفش عنه كفاية، ولو عرفنا دوره الحقيقي هنتعامل معاه بطريقة مختلفة جدا. وبرأيك، لو الديب لسه عايش جنب القرى لحد دلوقتي، هل وجوده مفيد ولا خطر على الناس؟ اكتب رأيك في التعليقات وشوف الناس هتختار ايه. من أكتر الأسئلة اللي بتتكرر في القرى والمزارع، هل الديب فعلا بيهاجم البشر ولا ده مجرد كلام قديم اتقال من الخوف؟ الحقيقة إن الديب ما يشوفش الإنسان فريسة ولا هدف للصيد، هو دايما يتجنب المواجهة، لأن طبيعته تعتمد على الهروب مش القتال. ولو رجعنا لأقرب مشهد لحياة الديب هنلاحظ إنه كائن ذكي، بس في نفس الوقت ضعيف جسديا، مش زي الذئب اللي يقدر يواجه ويقاتل لآخر لحظة. الديب لما يقرب من البيوت مش بيقرب عشان يطارد الناس، لكنه يدور دايما على فرصة سهلة، طعام سريع جاهز من غير مواجهة. ده ممكن يكون كتكوت صغير، بيض مكشوف، أو حتى فضلات أكل في الشوارع. يعني الديب يستغل اللي قدامه، لكن مش يخاطر بحياته عشان وجبة يمكن ما تستاهلش ألم المواجهة. بالنسبة للإنسان شيء خطير، مش فريسة ولا مجرد منافس، لكنه تهديد كامل ممكن يفقد حياته بسببه. لذلك أي مواجهة بين الديب والإنسان نادراً جداً، وما تحصلش إلا في حالات معينة.
أهمها لو الديب اتصاب أو اتحاصر أو حس إن صغاره في خطر، ساعتها ممكن يصرخ أو يحاول يخوف اللي قدامه، لكنه في النهاية ممكن يهرب أول ما يلاقي فرصة. الديب من أغرب الحيوانات اللي بتصطاد بطريقة ذكية جدا، مش بالقوة زي الذئب أو الأسد. هو مفترس مخادع، بيعتمد على التخطيط والملاحظة قبل أي خطوة. ممكن تشوفه بيقف ساعة كاملة يتفرج على فريسته، يحلل حركتها ويحدد أنسب طريقة للهجوم. هو كائن صبور جدا، وده اللي يخليه ناجح جدا في الصيد. الديب عنده قدرة على التنقل بسرعة وهدوء شديدين، بحيث الفريسة ما تحسش بيه غير لما يكون قريب جدا، وبعد كده يهاجم بأقصى سرعة ممكنة. وأغلب صيده بيكون في الليل أو قبل الفجر، لأن الظلام يغطي تحركاته. والديب مش مجرد مفترس، بل مخطط استراتيجي، كل حركة محسوبة بحيث يقلل الجهد ويزيد فرصة النجاح. الديب ذكي جدا في استغلال البيئة حواليه، ممكن يستخدم الأشجار والجبال الرملية كحواجز يخفي وراه جسمه، وأحيانا يظهر في اتجاه محدد ليجذب الفريسة زي كمين، كأنه يلعب لعبة خداع قبل ما ينقض على هدفه. ممكن كمان يستغل أصوات الحيوانات الأخرى يخليها تخاف أو تتحرك، بحيث يقدر يسيطر على الوضع بسهولة. طريقة الصيد مش عشوائية، هو عنده خبرة مكتسبة من تجارب الحياة اليومية، ويتعلم من كل محاولة فشل أو نجاح، وده اللي يميز الديب عن حيوانات كتير مفترسة. ومن أغرب الحقائق عن الديب قدرته على تعلم العادات الجديدة من المزارع والقرى. بيلاحظ طرق الحماية الجديدة ويحاول يلاقي طريقة ذكية للتغلب عليها، وده بيخليه يبدو أحياناً كأنه متربص بالإنسان، لكنه في الحقيقة بيتصرف بطريقة طبيعية جداً لحماية نفسه وللبحث عن الطعام. وبرأيك إيه أذكى استراتيجية للصيد عند الديب؟ هل الخداع والصبر أفضل ولا الهجوم المباشر أكثر فاعلية؟ اكتب رأيك في التعليقات وشوف الناس هتختار إيه في النهاية. إذا أعجبك الفيديو قم بدعمنا بالضغط على لايك، وقم بالاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من هذه المواضيع الممتعة على قناتنا. وإلى اللقاء في فيديو آخر.